أنا نادر، ودي حكايتي اللي حصلت من كام سنة. كانت جارتنا اسمها زهرة، ست جميلة جدا، مختلفة عن كل اللي حواليها. كانت دايما أنيقة وبتظهر بشياكة تخلي أي حد يلاحظها. أنا من غير سبب كنت بستناها وافرح لما أشوفها. في يوم المنشر بتاعها اتكسر، فجت عندنا عشان تنشر الغسيل. أمي قالت لي: اطلع ساعد خالتك زهرة. طلعت أساعدها، ومن وقتها بقينا نتكلم أكتر. كانت بتسألني عن حالي، عن دراستي، وأنا بصراحة ما كنتش مركز في الكلام. كنت مركز في وجودها جنبي، في كلامها وضحكتها. ومن ساعتها حسيت إني محتاج أكون قريب منها أكتر. بعد فترة بدأت علاقتنا تكبر خطوة بخطوة. كانت ساعات تضحك معايا وتقولي: يا واد أنا زي أمك، وأنا جوايا عارف إن اللي بينا أكبر من كده. اللي غير كل حاجة إن في يوم حصلت مشكلة بينها وبين جوزها. زعلت منه وسابت البيت، وما كانش عندها مكان تروح له. جت عندنا في نص الليل تحكي لأمي اللي حصل. أمي طمنتها وقالت لها: اعتبري البيت بيتك. ومن اللحظة دي بقى في رابط جديد بينا. وجودها بقى مختلف، وبقيت أحس إنها مش مجرد جارة. الليلة دي زهرة فتحت قلبها ليا. قالت لي قد إيه حاسة بالوحدة، وإنها مش لاقية أمان مع جوزها. كانت بتتكلم ودموعها نازلة، وأنا حاسس إني عايز أحميها من الدنيا كلها. والأول مرة فهمت إن المشاعر اللي جوايا مش من طرف واحد، هي كمان شايفة فيا السند اللي كانت بتدور عليه. حكت لي عن حياتها، عن حلمها اللي ضاع، عن بنت كانت بتربيها كأنها بنتها وهي أصلاً مش بنتها، عن الوحدة اللي كانت عايشاها والوجع اللي محدش كان حاسس بيه. كل كلمة قالتها خلتني أتأكد إني عاوز أكون جنبها. مش تعاطف، لأ، دي كانت مشاعر حقيقية، حب بجد. فضلنا نتكلم ساعات طويلة، هي بتحكي وأنا بسمع، وبحس إن قلبي بيقرب منها أكتر وأكتر. زهرة ما كانتش مجرد جارة، دي كانت إنسانة محتاجة للي يحتويها. ومن اللحظة دي حياتنا اتغيرت، بقينا مع بعض، بنحلم إننا نكمل عمرنا سوا. الأيام اللي بعد كده ما كانتش سهلة، اضطرينا نواجه أهلنا والمجتمع اللي مش سهل يتقبل اللي حصل. لكن اللي بينا كان أكبر من أي خوف. الحب مش بس كلام، الحب أمان وسند. وزهرة لقت الأمان ده معايا، وأنا لقيت فيها الحنان اللي كان ناقص في حياتي. النهاية، القصة دي علمتني إن أهم حاجة في الدنيا مش الفلوس ولا المظاهر. أهم حاجة إنك تلاقي حد يحتويك ويديك الأمان اللي نفسك فيه.